الشخص اللي قدامك ده اسمه قذافي فراج عبد العاطي، واحد من أذكى وأصعب المجرمين اللي ممكن تسمع عنهم، ولقب بسفاح الجيزة. عايز أقولك إنه اتقبض عليه بالصدفة سنة 2020، ولما اتقبض عليه كان باسمه شخصية تانية. فقهوتك كده وركز معايا لأن الحلقة دي فيها تفاصيل كتير. يلا بينا نبدأ. هنا بعد كده اكتشفنا ان هو كان دافن بقى لما ضغطوا عليه. قال ان هو دافن ضحيه ثالثه هنا برضو على عمق 2 متر. هنا الحكومة جاية طلعوا الجثث، هو جه معاهم على الحكومة، فتحوا طلعوا مرة من هنا، بعديها مش عارفة 3 أسابيع أو بشهر لقينا الجثة التانية في الشقة اللي في وشه. بس هو كان إنسان كويس وإنسان محترم، يعني إنسان تشوفه أخلاق وأدب. طب قتل نادين ليه؟ قذافي عنده اللغز كله. والله ما كنت أعرف إن متجوز يا ناس. نجيب الحكاية من الأول. قذافي كان موظف بسيط من عيلة متواضعة أو بسيطة، وعشان ظروفه المادية ما كانتش مساعداه يحقق أحلامه، قرر إن هو هيشتغل في مجال السمسرة العقارية، بسيط سواء في بيع أو شراء العقارات والأراضي. وفي سنة 2014 لما بقى يكسب فلوس كويسة جدا من موضوع السمسرة العقارية، استقال من وظيفته عشان يبقى متفرغ تماما لمجال السمسرة. ونروح لسنة 2015، قذافي اتعرف على سيدة اسمها فاطمة الزهراء. وفاطمة الزهراء في وصفها للقذافي قالت ان هو شخص محترم وخجول وطيب جدا في التعامل مع الناس. وقذافي اتجوز فاطمة الزهراء بنفس اسمه وشخصيته الحقيقية. فاطمة الزهراء ما كانتش عارفة انها الزوجة التانية، والزوجة الاولى كان برضو متجوزها بنفس الاسم والشخصية اللي هي قذافي. طيب انا ليه بقول لك كده؟ لأن في زوجات بعد كده بأسماء وشخصيات تانية خالص هنعرفها بالتفصيل. وسنة 2015 ده تاريخ أول جريمة عملها قذافي، وكانت الضحية بنت اسمها نادين، وهي أخت فاطمة الزهراء الزوجة التانية. ركز كويس. طيب هو قتلها ليه؟ لأن قذافي كان على علاقة غير شرعية بيها، وقبل ما يقرر إنه يتجوز فاطمة أختها، نادين هددته إنها هتفضحه وهتقول لأهلها ولأختها إن قذافي مش بالصورة اللي انتوا شايفينها دي، وإنه شخصية تانية خالص. ومن هنا قذافي بدأ يفكر في ارتكاب أول جريمة ليه، وهو إنه إزاي يتخلص من نادين قبل ما تفضحه. عايزك تركز وتسمع في ذكاء قذافي في طريقة التخلص من نادين. وعايز أقولك برضو إنه استخدم نفس الأسلوب في التخلص على جميع ضحاياه واللي هتيجي بعد كده. قذافي أقنع نادين إنها تدخل مجال التمثيل وترجع لحلمها القديم، لأن كان نفسها تشتغل في مجال التمثيل وده حلمها من زمان. فقال لها إن في منتج سوري صاحبه عنده الاستعداد إنه يمضي معاها عقد تمثيل، لكن في شرط. الشرط إنها تسافر بره مصر لمدة 3 سنين، وده لأنها هتمثل مجموعة من الأعمال الفنية مقابل مبلغ مادي كبير. في البداية أهل نادين كانوا رافضين رغم تدخل القذافي عندهم، إلى أنهم كانوا مصرين على الرفض. فقذافي قرر إن هو يجيب لهم المنتج السوري لحد البيت عشان يقنعهم. وفعلا المنتج قعد مع والدة ووالد نادين اللي هم بالنسبة للقذافي حماته وحماه، وفعلا أقنعهم إن هي فرصة عمر نادين وإنها مش هتتعوض تاني عشان تحقق النجومية وتنجح في المجال ده. ونادين ضغطت على أهلها لحد ما وافقوا ومضت العقد وسافرت. عايز أقولك إن هنا قذافي كان قتلها، وأول ما سافرت علاقتها بأهلها اتقطعت تماما، وما بقاش فيه أي وسيلة اتصال ما بينهم، لدرجة إنها كانت بتبعت لهم رسائل بس، ولما كانوا بيسألوها أنت ليه مش بتكلمينا كانت بتتهرب من السؤال. ومرة تقول لهم إنها تعبانة، ومرة تقول لهم إن هي معاها تصوير ومش عارفة تكلمهم. المهم كانت بتتهرب من السؤال، واللي كان بيحصل ما بينهم رسائل بس، إنما اتصالات هاتفية ما كانتش بتحصل. أهل نادين هنا بدأوا يشكوا في قذافي وفي تصرفاته، ولما اتكلموا معاه إن هو يحاول يتواصل مع صديقه المنتج ويرجع بنتهم تاني، فعلا بدأ يدور معاهم لكن موصلوش لأي حاجة. زي ما قلتلك هو في الوقت ده كان قتل نادين ودفنها كمان. طيب والرسائل اللي كانت بتتبعت من تليفون نادين لأهلها،
هو اللي كان بيبعتها، وعشان كده كان بيرفض يكلمهم مكالمات هاتفية عشان ما يتكشفش. وفي نفس الوقت اللي حصلت فيه مشكلة مع أهل مراته فاطمة بخصوص أختها نديم، كان ليه صديق عمره في الخارج اسمه الباشمهندس رضا، والباشمهندس رضا كان قاعد في السعودية بيشتغل هناك. فقذافي أقنعه إن العمل في مجال الاستثمار العقاري بيكسب كتير، وفعلا اقتنع الباشمهندس رضا بكلام قذافي وبدأ يبعت له فلوس كل شهر. وتمر 3 سنين على ده الحال لغايه ما الباشمهندس رضا بدا يشك في قذافي، وده لانه مفيش عائد مادي بيجي من ورا الفلوس اللي بتتحول، وحجم الفلوس اللي اتحولت من الباشمهندس رضا لقذافي حوالي 3 مليون جنيه. فقرر الباشمهندس رضا انه ينزل مصر ويقابل القذافي عشان يتاكد من حجم الممتلكات والاستثمار اللي عامله القذافي بقيمه 3 مليون جنيه. في الوقت ده كان في ست بتكلم قذافي بطريقه مش كويسه على التليفون بتاعه وبتطلب منه فلوس. وفي وصف فاطمة مراته قالت إن قذافي كان بيبعت للست دي فلوس حتى لو طلبتها منه في نص الليل وما كانش بيتأخر عنها. المهم قذافي لما عرف إن الباشمهندس رضا نازل مصر قرر إنه يكمل الخطة، وأول حاجة عملها القذافي إنه استقبل الباشمهندس رضا في المطار، وده عشان يوصل له ان الامور ماشيه تمام وطبيعيه. وقذافي قال للباشمهندس رضا ان هم يروحوا شقه من الشقق اللي كان شاريها باسم الباشمهندس رضا عشان هناك يعزموا على اكله كشري كان الباشمهندس رضا طالبها من زمان. والباشمهندس رضا فعلا راح معاه على البيت، وهم قاعدين فتح له الكشري، بس قذافي كان حاطط للباشمهندس رضا سم في الكشري ده. واول ما اكل الباشمهندس رضا بدا يحس بالم في بطنه، قام قذافي جايب قطعه حديد كان محضرها وقعد يضرب الباشمهندس رضا على دماغه لحد ما اتاكد انه مات. وبرضه قذافي في الوقت ده كان محضر شنطه كبيره عشان ينقل فيها جثمان الباشمهندس رضا من الشقه اللي قتلوا فيها لشقه تانية برضه باسم الباشمهندس رضا. بعد ما دفن الباشمهندس رضا جوه الشقه رجع منطقته وكأن مفيش اي حاجه حصلت. قذافي بدا يحس انه موضوع انه يقتل حد ويدفنه دي حاجه سهله. المهم بلغ اهل الباشمهندس رضا ان هم اتقابلوا وقعدوا مع بعض شويه، وبعد كده مشي وما يعرفش هو راح فين، ونزل يدور مع اهل الباشمهندس رضا في كل مكان ممكن يكون الباشمهندس رضا موجود فيه، لحد ما فوجئ اهل الباشمهندس رضا ان جالهم رساله من رقم غريب على تليفون اخته. نص الرساله بيقول ان هو الباشمهندس رضا، وانه اتقبض عليه وهو ماشي في شارع كان فيه مظاهرات، وانه مش عارف الامن مرحله على فين. وزي ما قلت لك من شويه انه استخدم نفس الاسلوب في قتل جميع ضحاياه، يعني لو ركزت هتلاقي ان الاسلوب ده هو الاسلوب اللي استخدمه في طريقه التخلص على نديم. يعني بعد 5 سنين عرفوا اهل الباشمهندس رضا ان اللي كان باعت الرساله دي هو قذافي مش رضا. بعد شوية قرر قذافي إن هو يتخلص من زوجته الأولى واللي هي السيدة فاطمة زكريا. طيب قتلها ليه؟ قتلها بعد خناقة كبيرة ما بينهم بعد ما شافت مجموعة من البطايق الشخصية عليها صورة قذافي ولكن بأسماء وعناوين مختلفة، ومن هنا بدأت تهدده إنها هتبلغ عنه لأنها شكت إنه نصاب، لحد ما قذافي قرر إنه يتخلص من مراته الأولى بنفس طريقة الباشمهندس رضا. حط ليها سم في الأكل، ولما ماتت قرر إن هو هيقطع جثتها لقطع صغيرة، وبعد ما عمل كده حط القطع الصغيرة دي في الفريزر وسابها تتجمد. وبعد ما اتجمدت نقل الأكياس اللي فيها زوجته الأولى لنفس الشقة اللي دفن فيها الباشمهندس رضا في حفرة تانية هناك. وبعد ما خلص دفن قرر إنه هيجدد الشقة بشكل كامل ويعرضها للإيجار، وفعلا في ناس سكنت فيها لمدة 4 سنين وما كانوش يعرفوا إن تحتهم في جثث لناس ميتة. قذافي بعد ما قتل مراته الأولى راح لأهلها وقال لهم إن هي سرقته وهربت من البيت، وبعدها اختفت واتقطع التواصل وما يعرفش عنها أي حاجة. بس أهل مراته كانوا شاكين فيه، وعشان كده عملوا بلاغ اتهموه فيه بشكل رئيسي إن هو السبب في اختفاء بنتهم، وبذكائه ما كانش سايب أي دليل أو ثغرة ضده، وقدر يثبت ده في التحقيقات وبعدها كمل حياته عادي. ونروح لسنة 2017، وقتها كان محتفظ بكل التوكيلات الخاصة بالباشمهندس رضا، فقرر إنه يبيع كل ممتلكات اللي اشتراها باسم الباشمهندس رضا، وعمل كده فعلا وخد الفلوس وساب الجيزة تماما وراح على اسكندرية. بس قبل ما يسافر اسكندرية قرر إنه هو هيبعت رسالة تانية من تليفون الباشمهندس
الباشمهندس رضا للمحامي بتاعه، وقال له فيها ان هو الباشمهندس رضا بس مقبوض عليه، والامن عمال يرحله من مكان لمكان وهو مش عارف هو فين بالظبط، وكان هدفه من الرساله دي انه يشتتهم. بس في نفس الوقت المحامي يعرف ان كل ممتلكات الباشمهندس رضا اتباعت عن طريق قذافي. وبعدها يطلع المحامي على اسم الشرطه يعمل بلاغ في قذافي باتهامه بشكل رسمي باختفاء الباشمهندس رضا. وهنا اكتشف المحامي كم من القضايا النصب المرفوعه على قذافي. في الوقت ده كان قذافي سافر اسكندريه، بس بعد ما وصل اسكندريه كانت بطاقته الشخصيه والاوراق اللي معاه بتقول ان هو الباشمهندس رضا مش قذافي، وعاش وسط الناس في اسكندريه على انه الباشمهندس رضا. واثناء ما هو في اسكندريه اتعرف على بنت اسمها ياسمين اعجبت بيه وقال لها على خطه استثمار كبيره، وبدا ياخد منها فلوس عشان يستثمرها معاه. ولكن بعد مرور وقت طويل ياسمين ما لقيتش اي مقابل مادي من الاستثمار ده، فطلبت منه ان هو يرجع لها فلوسها ويوفي بوعده معاها ويتجوزها. فقال لها ان هو معهوش الفلوس بتاعتها دلوقتي، بس يقدر يديها أجهزة كهربائية بنفس قيمة المبلغ اللي هو واخده منها، والأجهزة دي موجودة في مخزن هو مأجره. فقال لها تجيله بالليل المخزن في منطقة العصفرة، ولما راحت له المخزن قام خانقها وضربها على راسها وتخلص منها، وحفر حفرة جوه المخزن ودفنها فيه. وبكده تبقى قصة ياسمين انتهت. بعد فترة قليلة اتعمل بلاغ باختفاء ياسمين، لكن مفيش أي حاجة ضد قذافي اللي هو الباشمهندس رضا، ومحدش شك فيه أصلا. وبعد شوية قرر إن هو هيتجوز دكتورة صيدلانية اسمها نهى. الدكتورة نهى كانت من عيلة مرتاحة ماديا، وفعلا اتجوزها. وبعد فترة جواز استمرت لمدة 3 شهور الدكتورة الصيدلانية طلبت منه الطلاق، وهو وافق، ولكن قرر إن هو هينتقم منها انتقام جديد. وعشان هي من عيلة غنية وظروفهم المادية كويسة فقرر ان هو هيسرقهم. وراح قذافي على بيت اهلها وكان متنكر ولابس نقاب، ودخل البيت سرق ذهب وفلوس وخرج. هو كان عارف انهم مسافرين، وبعدها اختفى تماما. وكان اول واحد في قائمة المتهمين هو قذافي، واللي هو بالنسبة لهم الباشمهندس رضا. اهل مراته راحوا على اسم الشرطة عشان يعملوا بلاغ في الباشمهندس رضا. هما كده حرفيا بيدوروا على حد مش موجود ومش هيوصلوا لحاجة في الآخر. بعدها اختفى تماما وساب المكان، وانتحل شخصية تانية واللي هي محمد مصطفى، وعمل كل الأوراق والمستندات اللي تثبت إن هو محمد مصطفى مش قذافي ولا الباشمهندس رضا. وفي المكان الجديد اتعرف على بنت اسمها مي، ومي برضو كانت من عيلة مرتاحة وظروفها المادية كويسة. فقذافي عايز يبان قدامها انه من نفس الطبقة الاجتماعية، فاخد مجموعة صغيرة من الذهب اللي سرقه من بيت الدكتورة وراح على محل ذهب عشان يبيع الذهب اللي معاه. في المرة الاولى صاحب المحل ما شكش فيه واشترى منه الذهب واداله الفلوس عادي جدا، انما الشك حصل في المرة التانية، وده لان مفيش فترة طويلة ما بين المرة الاولى والمرة التانية، وكمان الذهب اللي اخده في المرة التانية كان كتير قوي. المهم قذافي راح المرة التانية لمحل الذهب وكان معاه شنطة كبيرة. في نفس الوقت ده الشرطة كانت موزعة منشور في كل مواصفات الذهب اللي اتسرق من بيت الدكتورة نهى. صاحب محل الذهب لما قذافي دخل عليه بشنطة كبيرة مليانة ذهب قدر يربط ما بين المواصفات اللي قدامه والمواصفات اللي كانت منزلاها الشرطة في المنشور، وبلغ الشرطة بكل حاجة. والشرطة طلبت منه ان هو يعطل قذافي على قد ما يقدر، وفعلا عمل كده ونفذ كلامهم لحد ما جات الشرطة عشان تقبض على الباشمهندس رضا المتهم بسرقة المشغولات الذهبية من بيت الدكتورة نهى. وتم القبض على قذافي في محل الذهب وترحل على مديرية امن اسكندرية. وكمان تم بلاغ اهل الباشمهندس رضا ان هم قبضوا عليه في اسكندرية متهم بقضية سرقة، لان زي ما قلت من شوية اهل الباشمهندس رضا لما اختفى عملوا محضر تغيب. اهل الباشمهندس رضا لما وصل لهم البلاغ اتجهوا بسرعة على اسكندرية عشان يشوفوا اخوهم الباشمهندس رضا المتهم في قضية سرقة، فيكتشفوا ايه ان الشخص اللي جايين يشوفوه هو قذافي واللي اتهموه باختفاء الباشمهندس رضا، واللي هو وقت ما اتقبض عليه كان اسمه محمد مصطفى. بعد شوية من التحقيقات معاه اعترف لهم بكل جرايمه وقال لهم على مكان الضحايا، وتم استخراج الجثث والتعرف عليها. قذافي يعتبر من اذكى وابشع المجرمين اللي ممكن تسمع عنها،
ولكن في النهاية اتقبض عليه وتم الحكم عليه بالإعدام. ولكن ما زالت في نقط مفتوحة وأسئلة ملهاش إجابة. أولا، هي فين جثة نادين؟ ولما سألوا قذافي عن مكان الجثة قال لهم، ولما راحت الشرطة لقت عظام تانية ملهاش أي علاقة بجثة نادين. ثانيا، هي مين الست اللي كانت بتكلم قذافي وما كانش بيرفض لها طلب أو يتأخر عنها؟ ثالثا، مين المنتج السوري اللي محدش يعرف شخصيته لحد النهارده؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش شير ولايك، يا ريت تعرفني رأيك تحت في الكومنتات وتكتب المواضيع اللي حابين نتكلم عنها الفترة اللي جاية. وبس كده، أشوفكم على خير.